السلام عليكم. حبيت نحكي اليوم على أملاك الأجانب في تونس. أنا قبل كنت حاسيلو في جمعية. من جملة الجمعية ذي وقتها اللي كنت معاها كنا نطالبوا بالجلاء العقاري، خاصة على من الأملاك الأجانب اللي قبل 56. هو الموضوع هذايا فما في تونس صار ما يسمى، أولا أخذنا استقلالنا وبعد صار ما يسمى الجلاء العقاري الفلاحي. معناتها المستعمرين اللي كانوا مستعمرين في فرنسيس الأراضي الفلاحية رجعوها للدولة. بعد وصار جلاء العقاري الجزئي. هذا الجلاء العقاري الجزئي هو أنه العقارات اللي على ملك الفرنسيس الفرنسيس رجعوها للتوانسة. بالنسبة للعقارات اللي على ملك الأجانب من جنسيات أخرى قاعدوا هالأجانب قاعدين يصرفوا فيها. ولنا حبيت نفسر هي ساعة أولا هالأجانب هذوما كيفاش جاو. وقت جاو الأجانب هذوما في عام 1881 ولا نسيت ندرى قداش، كانوا السكان الأصليين معناتها التوانسة ما يحبوش يبيعوا لهم. وقت ما يحبوش يبيعوا لهم هما جاو مثلا كيما بحر ردموه وبناو وقتها البحر والباساج واللافايات وكل، وقسموها أراضي كيما تولاك، وكانوا يبيعوها الأولية كانوا يبيعوها للأجانب سواء كانوا فرنسيس ولا طليان ولا من عدة جنسيات أخرى. واللي كان يقوم بالعملية هذه هو المجلس العقاري المختلط. المجلس العقاري المختلط كان فيه 4 توانسة و4 فرنسيس، من جملتهم هذاك الفاضل بن عاشور ولا الطاهر بن عاشور. كان هذا من في المجلس العقاري المختلط. هذا المجلس العقاري المختلط توا ولا المحكمة العقارية. أنا في هيك الفترة اللي خدمت فيها مع الجمعية هذه حسيلو شفت عدة ملفات وعملية تحيل وكل، وعملت حتى برشا مقالات في الثورة نيوز على الموضوع هذا، وقعدوا ديما العباد يسألوني على الموضوع به. شنعطيو فكرة مثلا بالنسبة للعقارات اللي كانوا على ملك فرنسا، الأكثرية أخذتهم سنيت. السنيت هذيا فما بعض العقارات اللي باعتهم المسوقين بتاعهم باعتهم بالتقسيط، وفما بعض العقارات اللي قاعدة السنيت ديما تتصرف فيهم إلى يومنا هذا، كما أكثر عقار معروف هو متاع الكوليزي، وفما عقارات أخرى قاعد ديما تسوق فيهم. وديما العباد يجيو للسنيت يقولوا لها بربي بيعنا ما يحبوش يبيعوا لها. ليش؟ خاطر السنيت تغزل على لون تيرم، ديما ماذا بها يجي زلزال يطيحهم العقارات هذوما، ولا العقارات هذوما بما انهم قايلين بالسقوط يدخلوا يطيحوا، وهاك السكان هذوكم نخرجوهم نرتاحوا منهم باهي. هذوما العقارات اللي ما يخص الفرنسيس. بالنسبة للعقارات الآخرين اللي مش فرنسيس فما ياسر حكايات. مثلا منهم فما الشركة العقارية البلجيكية اللي هما 7 شركات واللي هي تملك الريو والشيلينغ وبرشا عقارات. عندها مثلا هذه 81 شركة. هذه مثلا عندي مقال كتبته كبير على ثورة نيوز حكيت عليهم. بالنسبة بعد فما واحد عملية تفويض. مرات تبدأ واحد عنده أجنبي يبدأ عنده شركة، هذا مثلا كيفاش تصير عملية تفويض العقار للتوانسة. هما يجيو لك التوانسة اللي يسكنوا اللي هما عندهم حقية البقاء والشراء، يجيو يبعثوا لهم تنبيه عن طريق عقد منفذ، يقول لهم لازم في يديكم عندكم في يدكم عام تكونوا شركة مدنية. شركة مدنية هذيا كيفاش تمثل؟ معناتها كل واحد عنده شقة معينة، يجي خبير يقيس المساحة بتاع الشقة ويعين على حسب المساحة قديش هو البار بتاعه في السوسيتي سيفيل. بعد عام كان ما كونوش شركة وما دفعوش الفلوس يخسروا حق البقاء والشراء. ولنا غاديك اللعبة هذا فما برشا ألعاب في تونس صايرة مع العضو المنظفين، مع لأنهم يستغلوا لأنهم السكان هذوك ما يفهموش في القانون وفكوا له وخسروه في حق البقاء وحق الشراء، ويخرجوا هيك السكان هذوكم حاسيلوا يديهم عالم الراس. هو الحقيقة الموضوع هذا كبير، خاطر قعدت نخدم عليه وقتها مدة 10 سنوات وفديت منه فدان خاطر ممل وخسرت برشا فيه فلوس. هذا هو بالنسبة هذا هو المشكل ما يسمى الجلاء العقاري في تونس.